في ظل العصر اللي احنا عايشين فيه من تطور تقني ومعلوماتي وتفشي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين شريحة الشباب، واللي أدى لتدهور شهية طالب العلم، فأصبح يستثقل القراءة الجادة والبحوث طويلة الأجل والصبر على الدروس ومجالس العلم، ويستملح فقط متابعة الأخبار والأحداث السياسية والوقائع اليومية. وبذلك فقد غادرت هذه الشريحة معامل الإنتاج وغاصت بين رفوف التسوق. الحقيقة ان موضوع تنظيم وترشيد استخدامي للسوشيال ميديا كان واحد من اهم القرارات والخطوات اللي اخدتها، وطبعا الموضوع اخد رحلة طويلة جدا جربت فيها سيستمز وتكنيكس مختلفة عشان اعرف انظم استخدامي، وطبعا اتكلمنا عن التجربة دي كاملة في فيديو السوشيال ميديا. واحد الحاجات اللي فرقت في وعي تجاه موضوع استخدام السوشيال ميديا بشكل مفرط كان قراءتي لكتاب المجريات. كتاب المجريات لدكتور إبراهيم بن عمر السكران، صاحب الكتب الرائعة مسلكيات ورقائق القرآن والطريق إلى القرآن، وطبعا كلها كتب رائعة ومبسوط بقراءتي لهذه الكتب. ولكن ليه كتاب المجريات تحديدا أنا شايف إن هو كتاب لا غنى عنه لأي شاب، وخصوصا لينا كطلبة علم، وده علشان في مشكلة. المشكلة دي لها عواقب وخيمة مش بس على طالب العلم كفرد مستقل، ولكن على الأمة ككل. إحنا كشباب فالمفروض إحنا في فترة التحصيل العلمي، واللي دكتور إبراهيم سماها الفترة الذهبية للتحصيل العلمي. الفترة دي المفروض نكون بنزداد فيها علما وبنستثمر في وقتنا وفي عمرنا، ولكن نتيجة انهماكنا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، ومش مجرد متابعة وبس، احنا بنفتح السوشيال ميديا فنلاقي خبر او ترند الكل بيتكلم عنه، فنحط تعليق فحد يرد علينا فنرد عليه، وناخد الخبر سكرين شوت نشاركه مع اصدقائنا وستوريز بقى وحوارات وليلة كبيرة سعادتك. فالموضوع بيبقى سلسلة مستمرة من التصفح ومن تضييع الوقت. وطبعا نتيجة الانهماك ده الانسان بيبدأ تدريجيا ان هو ينفصل عن الواقع، ولما طالب العلم ينفصل عن الواقع هيبدأ ان هو يستثقل دروس العلم، خلاص ما بقاش له صبر ولا خلق على الحاجات العلمية دي، هو بس عايز القشور والسطحيات بتاعت السوشيال ميديا. وطبعا نتيجة ده انه تحصيله العلمي هيتدهور في الفترة اللي المفروض يكون بيبني فيها نفسه علميا عشان يكون شخص مؤثر وفعال في امته فيما بعد في فترة العطاء. وقبل ما ننطلق في فهم فكرة ابراهيم السكران فيما يخص المجريات، محتاجين الاول كده نفهم يعني ايه مجريات. كلمة المجريات معناها الاحداث والوقائع، ودي كلمة متركبة باسلوب التركيب المزجي. فالكلمة أصلها ما جرى بمعنى الذي وقع وحدث، وضفنا ليها ألف ولام وجمعناها فنتج لينا المصطلح ده الماجريات. وطبعا الكلمة يبان ان هي غريبة ومش مألوفة بالنسبة لينا حاليا، ولكن كانت بتستخدم بكثرة ما بين العلماء وأدباء المسلمين في العصر الإسلامي الوسيط. ومثال على ده الإمام ابن تيمية كان بيتكلم عن آثار تعلق الإنسان بغير الله، فذكر في حديثه كلمة المجريات، فبيقول: فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه. وبعدها بشوية قال: فيستريح للمحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وذكر ما جريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك، ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. ده ما يخص كلمة المجريات. كتاب المجريات متقسم بقى لثلاث أقسام. القسم الأول موقع المجريات، القسم الثاني المجريات الشبكية، القسم الثالث المجريات السياسية. ولكن قبل ما دكتور إبراهيم يتطرق للأقسام دي وضع بعض المحددات أو إطار من خلاله هنحاول إن احنا نوصل لحالة التوازن فيما يخص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وده لأنه الغرض من الكتاب مش إن احنا نوقف سوشيال ميديا ونوقف إنترنت، ولكن الغرض هو نقد الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي حاجة صحيحة ومطلوبة ومفيش فيها أي مشكلة، لكن المشكلة في الإفراط. عشان كده دكتور إبراهيم وضع لنا بعض المحددات واللي أطلق عليها اسم التمييزات الحاكمة. من وجهة نظري فأنا شايف إن جزء التمييزات الحاكمة ده أهم جزء في الكتاب. والتمييزات الحاكمة بتمثل الخيط الرفيع اللي ما بين الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وما بين الاعتدال في استخدامها، ما بين الآثار السلبية للمنصات دي وما بين الاستفادة منها. وأول حاجة في التمييزات الحاكمة هي التمييز ما بين فقه الواقع والغرق في الواقع. فقه الواقع ده شيء مهم وجوهري للإصلاح وتغيير الواقع، وده منطقي، يعني انت عشان تغير الواقع لازم تبقى فاهمه ومتفقه فيه. وزي ما بيقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن للأسف ممكن وانت في رحلتك في فهم وتصور هذا الواقع تغرق في دوامة الواقع وفي دوامة الأحداث والمجريات. فده أول تمييز، ان احنا نحط لاين كده ما بين فقه الواقع والغرق في الواقع. رقم 2 التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة، وده شيء بيحصل كتير مع الناس اللي بتحاول تقدم محتوى نافع ومثمر على السوشيال
السوشيال ميديا، فيتحولوا مع الوقت من اشخاص منتجين بيفيدوا الناس وبينفعوا الناس لاشخاص متفرجين ومستهلكين. رقم 3 التمييز ما بين المتابعه زمن التحصيل والمتابعه زمن العطاء. احنا كشباب من المفترض زي ما قلنا من شويه احنا في الفتره الذهبيه للتحصيل العلمي، والمفروض ان وقتنا وعمرنا يكون رايح في التحصيل ده، وده لانه صحتنا بتكون في افضل حالاتها المفروض يعني، ومش علينا اعباء كبيره ولا مسؤوليات، فده انسب وقت للتعلم واكتساب المعرفه، والمفروض ان احنا نستغل الفتره دي افضل استغلال. وانا سامع حد دلوقتي بيقول لي بس انا لازم اتابع احوال الامه واغير قدر استطاعتي، بس محتاجين نفهم ان احنا حاليا في فتره تحصيل مش في فتره عطاء. وبعدين فين الادوات اللي احنا حصلناها عشان نغير بيها الواقع؟ برضو الكلام ده مش معناه ان احنا نرتكن للتكاسل فيما يخص التغيير، لا خالص. المفروض كل واحد عنده ملكه ونعمه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بيها يستغل الملكه دي في تغيير ولو قدر بسيط، ولكن ده ما يكونش على حساب ضياع الفتره الذهبيه للتحصيل العلمي وعلى حساب انهماكنا واستغراقنا في المجريات. رقم 4 التمييز ما بين توظيف الآلة والارتهان للآلة. ودكتور ابراهيم في الجزئية دي كان بيتكلم عن الشباب اللي لقوا من وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة ان هم ينشروا حاجات مفيدة وبشكل مبسط في المجال العلمي والديني والطبي، ولكن كتير من الشباب دول اتحولوا من اشخاص منتجين بينفعوا الناس لاشخاص مستهلكين ومتفرجين، وانخرطوا في دوامة المجريات، وبدل ما يوظفوا الآلة ارتهنوا الى الآلة. وبصراحة بالنسبة لي لما عملت القناة دي كنت عامل جنبها جروب تصوير، وافتكر فعلا انا اتحولت لشخص مستهلك ومتفرج بشكل كبير جدا بسبب وجودي على المنصات دي. رقم 5 التمييز ما بين فصل السياسة ومرتبة السياسة، والنقطة دي تحديدا موجهة للشباب المهتمين بالواقع السياسي وبتغيير الواقع السياسي، وبتقول لك ايه هي مرتبة السياسة في المقاصد الشرعية، ومين اللي المفروض فعلا يكون مشغول بالاحوال السياسية وبالواقع السياسي. بالنسبة لعلاقة السياسة بالدين فاحنا في عندنا اتجاهين، اتجاه فصل السياسة عن الدين وعن الأحكام الشرعية، وده بيمثل اتجاه العلمنة أو العلمانية، وده اتجاه ملناش دعوة بيه. أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه وصل وربط السياسة بالدين، وده بيكون على درجات ومراتب. المرتبة الأولى هي التعميم، والتعميم نشأ كرد فعل للعلمانية ولكنه تجاوزي للأسف وفي شوية إفراط. والتعميم بيقول لك إنه السياسة من صميم الدين، وبينادوا كل المشتغلين بالعلم والإصلاح في إن هم ينخرطوا في المجال السياسي، وطبعا نتيجة ده هي الانهماك في المجريات السياسية ومتابعة الأحداث والبعد عن التحصيل العلمي. تاني مرتبة من مراتب وصل السياسة بالدين هو اتجاه السلطنة. يا ليلي يا ليلي يا لا اكيد مش ده. الناس اللي بيتبنوا الاتجاه ده شايفين برضو انه السياسة من صميم الدين، ولكنهم بيشوفوا برضو انه الاشتغال السياسي لازم يكون مقتصر على الشخص المستبد، والشخص المستبد ده هو اللي يقدر يواجه الفتن ويغير الواقع. اما بقى الاتجاه الثالث واللي دكتور ابراهيم شايف ان هو ده الصح فيما يخص منزلة السياسة هو اتجاه التخصص. ودكتور ابراهيم شايف ان القائمين على الاصلاح المجتمعي والسياسي لازم يكونوا اشخاص متخصصين، فبالتالي دكتور ابراهيم شايف ان في شخص متخصص هو اللي المفروض يكون منشغل بالواقع السياسي وبتغيير الواقع السياسي. انما بقى غير المتخصصين اللي هو احنا كطلبة علم وباقي العوام فيكفينا من السياسة ان احنا نعرف مجملاتها او نكون صورة عامة، انما بقى التفاصيل فدي ليها ناسها المتخصصين. في الجزء ده من الكتاب الكلام كان عن اصل كلمه المجريات، وازاي ان هي كانت بتستخدم بكثره ما بين علماء المسلمين زي ما ذكرنا من شويه. وبرده الكلام في الفصل ده كان عن المجريات بشكل عام، مجريات الدنيا بشكل عام، مش مجرد مجريات وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى ان الانسان يكون مشغول بامور الناس وبالقال والقيل وهكذا. ومثال على ده كلام ابن الجوزي بيقول: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك، فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ده كلام ابن الجوزي فيما يخص المجريات. والجزء ده بيتكلم بشكل علمي عن ادمان الانترنت، انترنت ادكشن ديس اوردر، وازاي ان تم تصنيفه كادمان زيه زي ادمان الكحول والمخدرات والقمار، وده لانه مدمني الانترنت بيعانوا تقريبا من نفس الاعراض، ولما مدمن الانترنت بيتوقف عن استخدام الانترنت لفتره بتظهر عليه اعراض انسحابيه زي اللي بتظهر على اي مدمن بيتوقف عن تعاطي المخدر بتاعه. واحد الافكار اللي ناقشها الجزء ده من الكتاب هي انه عمليه تصفح السوشيال ميديا عمليه غير ممتعه تماما، ولكنها في الاغلب بتكون آلية هروب نفسي، هروب من المهام والمذاكره وضغطه الامتحانات، وده شيء كلنا بنلاحظه لما بيكون عندنا امتحانات او علينا تاسكات كبيره جدا بنلجأ ان احنا نمسك الموبايل ونسكرول ونضيع وقتنا على السوشيال ميديا. فهي بروسيس غالبا مش ممتعه ولكنها بتكون آلية هروب نفسي. وفي مقوله عجبتني قوي في الفصل ده، ولاحظ كده مصطلحات دكتور ابراهيم واسلوبه المميز عامل ازاي. بيقول: بكل صراحة
لا شيء يهرش الكدر ويكبس الغم على نفسي مثل أن أرى شابا كان للتو قد ثنى رجليه على متون العلم أو لبس نظارته للثقافة الجادة ثم انتحى يهريق عمره يتتبع المهاترات الفكرية والتيارية ومماحكات القضايا الصغيرة على الشبكة، يطارد تعليقات سوقية بليدة بعد أن كان يتقفر العلم الشريف. جزء المجريات السياسية ده بيعتبر الفكرة المحورية للكتاب، وفي الجزء ده دكتور إبراهيم قدم لنا نماذج مختلفة لدعاة ومفكرين إسلاميين وناس معنيين بالإصلاح، وجاب لك رأي الناس دي وموقفهم من الانهماك في المجريات السياسية. والناس دي هم البشير الإبراهيمي وعبد الوهاب المسيري ومالك بن نبي وفريد الأنصاري وأبو الحسن الندوي. فعلى سبيل المثال دكتور عبد الوهاب المسيري لما كان شغال على أهم مشروع في حياته اللي هو موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، كان في أحداث كبيرة جدا بتحصل في المنطقة زي حرب 73، ورغم ده ما كانش متابع الصحف ولا الجرايد ولا الكلام ده كله، وعلاقته بالأحداث السياسية كانت علاقة ثانوية. وده لأن دكتور عبد الوهاب كان شايف إنه مشروع الموسوعة ده مشروع علمي ومعرفي، وعشان يبقى عنده بعد معرفي كويس لازم يبص على الصورة من فوق ويبني منظور كلي عن الواقع، لكن متابعة الأحداث اليومية والمجريات هيسحبه لدوامة الجزئيات والحدثيات. أما بالنسبة للبشير الإبراهيمي فإحنا هنتعرف على جزء كبير جدا من البيئة المعرفية اللي هو نشأ فيها، وهنعرف فعلا يعني إيه حياة طالب علم، شخص حياته مرتكزة على التحصيل العلمي وبس. والبشير الإبراهيمي كان شايف إنه السياسة ليها لباب وليها قشور. لباب السياسة أو جوهرها بالنسبة للبشير الإبراهيمي هو بناء الأمة، وبناء الأمة بيكون عن طريق بناء أركانها من العقيدة والأخلاق والعلم والعمل. أما بالنسبة لقشور السياسة فهي الجدل الحزبي ما بين التيارات الحزبية وما شابه. ومن خلال بقى الخمس نماذج اللي دكتور ابراهيم بن عمر السكران قدمها لنا في الجزء ده هنتعرف بشكل اكتر وباستفاضه عن اثر الانهماك في المجريات السياسيه. وبصراحه عايز اصارحكم بحاجه، دي تاني مره اقرا الكتاب، وفي اول مره قراءه ليا كنت متضرر جدا من جزء المجريات السياسيه ده الفصل الاخير يعني، وعمال اقول انا جاي اعرف فكر البشير الابراهيمي فيما يخص المجريات السياسيه، ليه يقعد يحكي لي قصه حياته ويجيب لي كان بيعمل ايه وهو صغير. وبصراحه في تاني مره قراءه منظوري تغير تماما، ادركت ان الجزء ده لا غنى عنه، خصوصا ان دكتور ابراهيم طول الكتاب عمال يكلمنا عن تاثير السوشيال ميديا والانترنت واثرهم على طالب العلم، والكلام بشكل اساسي كان موجه لطلبه العلم، فكان لازم يبقى في نموذج لشخص سلك طريق العلم عشان النموذج ده يبقى قدام عينينا. فحقيقي الجزء ده من الكتاب جميل جدا وادركت قيمته من تاني مره قرايه. وبكده يكون خلص تلخيصنا للكتاب الرائع كتاب المجريات لدكتور ابراهيم بن عمر السكران، الكتاب اللي انا شايف ان هو جوهري لكل طالب علم في العصر اللي احنا عايشين فيه. وده لانه وزي ما دكتور ابراهيم بيقول احنا قدام متغيرات كبيره جدا وفي ضغط على القيم والاصول الاسلاميه، والحل لمواجهه المتغيرات دي هو التسلح بسلاح العلم والايمان. فارشح وبشده هذا الكتاب، وبما انه كتاب قيم فبصراحه حابين نعمل جيف اواي على نسخه من الكتاب. الله يرحم ايام ما كنا بنعمل جيف اواي على 3 نسخ، بس طبعا الزمن اتغير والكتب غلى سعرها بشكل غريب جدا، ولكن ان شاء الله احنا هنعمل جيف اواي على نسخه واحده ولكنها هتكون نسخه مهداه بكل حب. فلو عايز تكون هذا الشخص اللي هيفوز بالنسخه دي روح تابع صفحتنا على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، وان شاء الله هننزل البوست هناك. وبس ده كان فيديو النهارده وتلخيصنا لهذا الكتاب الرائع. اتمنى يكون في حد اتحمس ان هو يقرا الكتاب، لان طبعا قراءه الكتاب يعني هتزود من حصيلتك اضعاف مضاعفه، الملخص لا يغني تماما عن قراءه الكتاب. فروح اقرا الكتاب، وقبل ما تروح يعني ما تنساش تحط لايك جميل زيك كده وتعمل اشتراك لو ما كنتش عامل اشتراك. وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه. خش. يعني انت عملت ايه النهارده؟